بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الأمين، الرحمة المهداة للعالمين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المشيخة العامة للزاوية الطيبية التهامية الجزائرية تتشرف بأن تتقدم إلى كافة المشايخ والعلماء والأئمة والطلبة العلم والفقراء والمريدين ومحبي الذكر والصلاح داخل الوطن وخارجه، بدعوة كريمة ومفتوحة لحضور الجمع السنوي للطريقة الطيبية التهامية الجزائرية، الذي ستقام بحول الله وقوته أيام 15 و16 17 جويلية 2026 الموافق 1 و2 و3 صفر 1448 هجري بزاوية سيدي حسني المقر بمدينة وهران تحت إشراف الشيخ الطريقة الطيبية التهامية الجزائرية المتحدث شريف الوزاني مولاي الحسن. إن هذا الموعد السنوي المبارك ليس مجرد لقاء عادي، بل هو محطة إيمانية وروحية وعلمية تتجدد فيها معاني الأخوة والمحبة في الله، وتتعزز فيها الروابط التواصل والتراحم بين أبناء الطريقة ومحبيها، كما يمثل فرصة عظيمة للنهل من معين القرآن الكريم والذكر الحكيم واستحضار سير الصالحين وأهل العلم والمعرفة. وسيكون هذا الجمع المبارك فضاء رحبا للتبادل المعارف والخبرات الروحية والترسيخ القيم الوسطية والاعتدال والمحبة والتسامح التي قامت عليها طريقتنا المباركة، اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاء لنهج مشايخنا الأجلاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدين والوطن وتربية النفوس على مكارم الأخلاق. ويتضمن برنامج الجمع السنوي تلاوة عطرات من القرآن الكريم ودروس ومحاضرات دينية وعلمية ومجالس الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية جماعية وابتهالات روحية ولقاءات أخوية بين الموردين والضيوف والاستقبال أيضا المشايخ والعلماء والطلبة، طلبة العلم من مختلف ربوع الوطن، التعريف بمبادئ الطريقة الطيبية التهامية الجزائر ورسالتها في نشر المحبة والوحدة والتآخي. وإننا إذ نوجه هذه الدعوة المباركة نرجو من جميع الإخوة والأخوات اغتنام هذه المناسبة الروحية العظيمة لما فيها من خير وبركة وأجرا، ولما تحمله من معان سامية وتوحيد القلوب وتقوية الأواصر الأخوة والتعاون بين أبناء الأمة. ونقول بأن نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع مباركا ميمونا، وأن يفيض على الحاضرين من واسع رحمته وفضله، وأن يحفظ الجزائر وشعبها وجيشها ومؤسستها، وأن يديم علينا النعمة والأمن والاستقرار، وأن يرحم أيضا شهدائنا الأبرار، وأن يبارك في علمائنا ومشايخنا وأئمتنا، وأن يجازي كل من ساهم في التنظيم هذا اللقاء وخدمته خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا دائما على الخير والمحبة والذكر، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا للسير على نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول بأن الدعوة دعوة عامة للجميع، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، ولكل محب للخير والذكر والعلم. ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
المشيخة العامة للزاوية الطيبية التهامية الجزائرية، المتحدث العبد الضعيف الشيخ الطريقة الطيبية التهامية الجزائرية شريف الوزني مولاي الحسن، ونقول السلام عليكم ورحمة الله